السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم هانيه؟ كنتمنى الله تعالى تكونوا مزيانين وفرحانين ومرتاحين ومطمئنين في قلوبكم يا ربي. كنتمنى الله تعالى هاد الفيديو هذا وانتم كتشوفوه تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا والف مرحبا. فيديو جديد مع ليلى المكناسيه. توحشتكم بزاف، توحشت نهضر معكم، توحشت نهضر معكم، توحشت نشكي عليكم، توحشت نبكي، توحشت نفضفض، نوصل لكم الجديد دائما. بصراحه البنات والله العلي العظيم خليوا لي التعاليق ديالكم على هذا السؤال هذا. بصراحه عندي جوج وليدات وكل وحم سبحان الله وكيفاش كيجي. الوحم الاول ديالي كامل كان شويه قاصح، كان قاصح بمعنى الكلمه. كنت ما كناكل ما كنشرب تقريبا 3 شهور ولا 4 شهور. الولد وسها غير نعاس، يعني كانت صعيبه حتى هي بزاف بزاف. بالنسبه للوحم الثاني ديال جاد كان ساهل بصراحه، كان ساهل يعني ما تعذبتش، ما حسيت حتى بشي حاجه. ولكن في هذا اللوحم هذا بصراحه ما نعاودش لكم. اول حاجه كيجيني النعاس بزاف، يعني ما كنشبعش من النعاس. ثاني حاجه عندي الترويعه ديما في معدتي، وعندي المروره كاينه في الفم ديالي، يعني كنحس بالمروره. تخيلوا معايا الريق ديال فمي ما كنقدرش نسرطو، والا سرطو كتروع عليا المعده ديالتي، وهذا الشيء مأثر عليا بزاف. تخيلوا كثرت ما كتروع لي معدتي كنحس بالمعده ديالتي شي مره منفوخه ليا بزاف بزاف بزاف. وانا عاد في الاشهر الاولى، يعني مازال المسافه طويله ان شاء الله الا راد لي الله نكملها. وبغيت نشوف واش كاين شي حاجه اللي نقدر نديرها باش ان ديك المروره. عييت من ناكل في الحلوى، عييت من ناكل في المسكه، عييت من والو. عرفتوا دابا راه كنهضر معكم والدس ديالي مبورشه عليا. ورغما على ذلك باش ما نغبرش عليكم ونخلي بلاصتي خاويه في القناه، قلت ولا بد ولو انني يعني بصراحه كنقاوم انني نوض نصور معكم ونشارك معكم شي وصفه من الوصفات ديالي اللي دائما كنحاول نجيب لكم الجديد فيها. هاد الوصفه هذه اليوم ان شاء الله البنات اللي غنشارك معكم وصفه اللي كانت دارت ضجه في مواقع التواصل، وصفه اللي كان كلشي تقريبا جربها، وقلت علاش انا ما نجربهاش نشوف واش داكشي فريمون كاين. وصفه اللي كتحارب لينا جميع مشاكل البشره، مشاكل التجاعيد، وهاد التجاعيد اللي دايرين لنا عقده، وبالخصوص للنساء. فاحنا النساء كنبغيو دائما البشره ديالتنا تكون متألقه وتكون عاطيه واحد الجماليه، وتكون خاليه من العيوب، من حيث هي المرايه ديالنا. يعني التجاعيد اللي اكثر النساء المصابات بها هما اصحاب البشره الجافه، وانا من بينهم. يعني بشرتي ماشي جافه بالكثره، ولكن ضروري احنا من الناس اللي كنكونوا متعرضين للتجاعيد الا ما حاولناش نحافظوا عليها. كيفاش نحافظوا على البشره ديالتنا؟ كاين واحد الاسباب اللي هما ساهلين ويمكن لهم يحافظوا على البشره ديالتنا على انها ما تجيهاش التجاعيد. من بين هاد الحلول هما اننا نكثروا من شرب الماء. وكاين الناس اللي ما عندهمش مع الماء بزاف بحالي انا بطبيعه الحال، ولكن الماء بكثره تيحاول انه ما يخليناش الجفاف في البشره. ثاني حاجه وهي اننا دائما بالليل قبل ما ننعسوا نعطيو الزيوت بكثره للبشره ديالتنا. اي زيت كاينه، زيت الكوك، زيت الزنجلان، زيت لافوكا اللي خطيره البنات. لافوكا لمحاربه التجاعيد، لافوكا غزاله البنات الزيت ديالها للتجاعيد، حاولوا تاخذوها. ما كانش عندكم خذوا لي غير زيت الزيتون، ولو حتى هي دابا حاليا وصلت لواحد الثمن خيالي، الله يكون لنا في العوان. المهم حاولوا دائما تعطيو زيوت للبشره ديالتكم في الليل باش ما تنشفش ليكم، او كريمات يعني بالنهار. يعني دائما كريمات ما بين بالنسبه للنساء اللي كيتوضاو وضوء الصلاه ديما الكريمات يعني يكونوا موجودين. وكذلك نحاولوا نقلبوا على ماسكات اللي يكونوا طبيعيين وميم طون يكونوا فيهم مواد اللي كتعطينا البشره واحد الحيويه وكتعطينا ليها واحد النضاره وكتحارب لنا كذلك التجاعيد. فهذا الماسك هذا المكونات ديالو سهله 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 سهله، وما درتش فيا العكاز باش انني نشاركها معكم. متواجده في كل بيت وكتعطينا نتائج فعاله. فهي كما قلنا البنات كتحارب لنا التجاعيد، كتحارب لنا تصبغات البشره، كتحارب لنا
الحبوب الرقيقه، كتحارب لنا كذلك المسامات الواسعه. الهالات السوداء عندها فوائد عديده عديده عديده. قبل ما ندوزو نكتشفوا المكونات، الله يجازيكم بالخير كما العاده وكما ولفتها منكم، ما تنساوش ديروا لي لايك وتخليو لي شي كومونتير زويون يحفزني ويشجعني، ودعيو مع اختكم ليلى ان باش الامور تكون زوينه بالنسبه ليها في هذه الفتره ديال الحمل، وانني باش نزيد نعطي لنفسي شويه ديال الكوراج وشويه ديال القوه، حيت بيني وبينكم كنحس بواحد الاحباط شديد والنفسيه ديالتي مدمره كثيرا. يعني حاولوا تحفزوا اختكم. يلا معنا دابا نكتشفوا المكونات وطريقه التحضير ديال هذا الماسك هذا. فعلى بركه الله المكونات ديال هذا الماسك هذا ساهل ماهل البنات. اللي غنحتاجو فيه هو واحد البيضه اللي غناخذوا منها فقط الاصفر ديالها، وغنحتاجو نيدو وبضع ملاعق من الحليب العادي اللي كنستعملو دائما. فاول حاجه غادي نحاول نعزل بياض البيض بسم الله على الاصفر ديالو. فهاد الماسك هذا زوين البنات، فبزاف الناس اللي جربوه وقلت علاش منهم انا ناخذ فكره عليه ونشوف واش فريمون يعطيني داك الشيء اللي انا باغا. نحاول نحيد هاد نحاول نحيد الابيض على الاصفر بهاد الاله العجيبه. كنت خديتها من بين ب5 دراهم لا ب6 دراهم تقريبا، حقيقه عمليه. ايوا بقيتي لي نتايا تحيد صافي. دابا غنحاول ناخذ فقط الاصفر، ومن بعد غادي ناخذ هنا البنات نيدو بسم الله. 1 2 3 ملاعق من نيدو، وغنزيد عليهم 1 2 ملاعق ديال الحليب حتى ل3. يعني غندير هاد 2 معالق ونحرك مزيان عاد نشوف الا خصني نزيد. فهاد الماسك زوين البنات، شكروه ناس كتار. شفتوا غادي نحاول نزيد ملعقه اخرى، يعني 4 المعالق ديال نيدو باش ما يجيناش الخليط جاري وما يجيناش قاصح. هذا هو القوام اللي خاصنا نحصلوا عليه متماسك. دابا ان شاء الله غندوز نطبقوا على البشره ديالتي اللي بطبيعه الحال خاصها تكون مقشره ونقيقيه باش نحصلوا على نتائج زوينه. فكما شفتوا الغزالات ديالي القوام اللي بغيت انا هو هذا متماسك. ودابا ان شاء الله واحد الريحه كتطلع معايا ديال نيدو ما نعاودش لكم ونزيدكم. كلشي كنعيفو، كلشي كيجيني خانز وما كنحمل حتى شي حاجه، حتى من راجلي وولادي ما عنديش معاهم تنقولوا ما يحزوا من حدايا. الله يسمح لنا من حق الوالدين. بسم الله. عندي هاد لابغوس هادي غادي نطبق هاد الماسك هذا على البشره ديالتي كامله. غنخليه تقريبا 15 دقيقه حتى ينشف ليا وجهي، عاد باش نغسلو. نحاول نكحل شي شويه هكا الفوله باش ما توسخش ليا، حيت انا عندي مشكل انني دائما كنوسخ الدرة. صافي كما شفتوا غادي نطبقها على البشره ديالتي وتحت العينين ما حدها كتنشف. غتلاحظوا بلي البشره ديالكم كتجبد عليكم، حاولوا ما تهضروش. شفتوا القوام ديالو رائع جدا. وكما كتعرفوا ان البيض او صفار البيض غني بالبروتينات اللي كتعطينا البشره واحد التغذيه كامله، وكذلك الحليب المجفف اللي مبيض ومرطب كذلك للبشره، والحليب اللي حتى هو كذلك يعطينا واحد النضاره للبشره ديالتنا. صراحه ما كاينش محسن من اليد. صافي
نحاول نوزعو على الوجه ديالي كامل، ما نخلي حتى بلاصه، راه دغيا كينشف البنات. حاولوا ديروا الطبقه الاولى وطبقه ثانيه من بعد ما ينشف معكم، يعني نديروا جوج طبقات على البشره وخليوه كما قلت لكم 15 دقيقه عاد باش ان شاء الله نغسلوه بالماء دافئ. غنحاول نخليه في البشره ديالتي كما قلت لكم ينشف ليا واحد شويه، ونعاود ندير لاكوش الثانيه ونخليه 15 دقيقه، ونتلاقى معكم بعد ما نغسل وجهي باش نشوفوا النتيجه مجموعين. ما تنساوش لي لايك. ورجعت لكم الغزالات ديالي من بعد ما غسلت الماسك ديالي، درت حتى في اليدين ديالي. شوفوا هانتوما واحد النضاره رائعه، عرفتوا تيجبد لكم الوجه باش ما يضيع لياش هذاك الشيء. طبقته حتى على اليديدات ديالي، خليته تنشف ليا، راه دغيا كينشف البنات، ولكن فريمون يستحق انكم تجربوه. شوفوا النضاره، شوفوا اللمعان رائع جدا. غنستعمل هذا الكريم هذا او اي كريم عندكم، طبقوه على البشره من بعد اي ماسك. زوين بزاف زوين بزاف، وكيعطيك فريمون واحد النضاره رائعه البنات. حتى انا كنت محتاجه انني نتهلا في البشره ديالتي، ما نعاودش لكم. حتى اليديدات ديالي درتهم، كنتمنى تجربوها البنات وتردوا عليا الخضر، حيت بصح زويون، كيعطي واحد النضاره رائعه. استعملوه على الاقل واحد مره في الاسبوع، مره في الاسبوع استعملوا هذا الماسك هذا، انا متاكده غيولي معتمد عندكم. صافي من بعد ما ندهنوا هذا الكريم هذا كمرطب للبشره. بطبيعه الحال خصنا نديرو ديما المرطبات، ونخدموا ديما البشره ديالنا من الفوق، من التحت الى الفوق. مهم واحد النضاره زوينه بزاف. حتى اليديدات ديالي حسيت بهم فيهم واحد النضاره، واحد البياض خطير. كنتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ان شاء الله نكون دائما في حسن الظن ديالكم، ويكونوا الوصفات ديالي كينالوا الرضا ديالكم. ما تنساوش دائما لي لايك وكذلك تعاليق ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر مع ليلى المكنسيه. كنحماق عليكم كاملين من صغيركم حتى لكبيركم.